الحضور، السلام عليكم. أنا بمجرد وصلتني الدعوة باش نشارك في الاحتفال هذا أو الحفل اللي راكم نظمتوه البلدية تاع بني معوش. برمجت باش نكون في بني معوش لأن عندي سنين وسنين وأنايا يعني عندي طموح باش نجي لبني معوش، لأن الزيارة تاع بني معوش عندها قيمة وعندها يعني أهمية كبيرة عندنا في قطاع الفلاحة. المناسبة نتاع العيد اللي راكم تحتفلوا به نتاع التين، هو حقيقة التين هو يخص البلاد الكل، ولكن بالخصوص بلدية بني معوش هذه معروفة، والإنتاج تاع بني معوش معروف على المستوى الدولي، ماهوش إلا على مستوى الجزائر. ولهذا أنا شاركت في يعني كنت حاضر في الوقت الماضي في فيك دو بني معوش qui était commercialisé particulièrement en Allemagne. L'exportation كانت عندها أهمية كبيرة تمشي حتى لألمانيا. Le principal client de la figue d'Algérie, particulièrement celle de Bni Maouche, c'est bien l'Allemagne. Donc اليوم on célèbre cette manifestation. Je salue la commune de Bni Maouche avec ses responsables d'avoir pensé à nous et nous inviter à participer avec nous à cette fête. Inch'Allah في المستقبل تبقى دائما، لأن درك عرفت بلي طبعا الحادثة ما زالت تكون 20 و 30 إلى آخره سواء با ساريتي لا. وكذلك la symbolique de cette fête, c'est la relance de l'agriculture de montagne. La figue de Bni Maouche a sa particularité parce que c'est un produit de terroir. Donc حنا رانا نتكلفوا باش يكون عندنا الانتاج نتاع المناطق الجبليه هذا عنده قيمته، ماهيش غير لا فيك دو بني معوش، ولكن هي لوليف. لوليف لاني باسي كنا درنا ان صالون ناسيونال دو لويل دوليف، لو بروميير بري داتو الولايه دو بجاية. selon un jury ou d'autres amandes إلى آخره. Donc là on continue dans cette perspective، وإن شاء الله دائما كل ما ديروا تظاهرة رانا نكونوا معاكم. نتعهد بلي نكون معاكم كل ما ديروا المانيفيستاسيون أغريكول جو فياندري، ما فيها حتى كلام. وراني نشكركم بزاف على يعني التنظيم اللي نظمتوا فيه العيد هذا، وهو يكون ان شاء الله بالبركه عند البلاد الكل وعند الفلاحه الجزائريه. واشكر. Nous remercions le président national de la Chambre de l'agriculture. Alors, خاتمتها السيد الولي نتمناو تعطينا كلمه وتعلنوا عن الافتتاح باش نروحوا سير للتيران. ميرسي. شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. سيداتي سادتي السلام عليكم جميعا. بادئا ببدء ودي ان اترحم مره اخرى على ارواح شهداء المنطقه، شهداء بني معوش، ولكن هم شهداء الجزائر، وهم الكثيرين 1014 شهيد في هذه المنطقه، فالله يرحمهم والله يوسع عليهم. كذلك اغتنم هذه الفرصه باسمي وأصالة عن كل المنتخبين، عن سكان هذه الولايه المضيافه المجاهده العريقه العتيقه، ان ارحب بسي الحاج حجار رئيس الغرفه الوطنيه للفلاحه، اللي كنت التقيت معه هذه تقريبا واحد الشهر على مستوى الجزائر العاصمه، وكان واعدني انا والولي تاع سطيف انه يجي يزور ولايتين سطيف ولايه جايه، وجاء بالفعل. الولامس كان في سطيف، واليوم كان المكتوب تاعو وصل لهذه المنطقه اللي كان يتكلم عليها العديد من المرات، ربما اكثر من 10 سنوات هو يتمنى
أنه يزور بني معوش، فأهلا وسهلا بك في هذه المنطقة. كذلك أغتنم هذه الفرصة وين نرجع شيئا ما إلى الوراء. تقريبا أول زيارة اللي قمت فيها في ولاية بجاية بعد التنصيب نتاعي في شهر سبتمبر 2010 وجيت في شهر أكتوبر 2010 هي بني معوش في هذه القاعة. وكان المرحوم رئيس البلدية سي رابح الله يكون يوسع عليه. ولكن الملاحظة اللي نديرها مقارنة بالفترة هذيك واليوم أنه القاعة كانت ممتلئة بالعشرات من مواطني هذه البلدة ومن الناس بجوار القرى بجوار بلدية بني معوش. والفرق أنه في 2010 كانت القاعة ممتلئة بالناس شوية كبار كما أنا في السن، واليوم راهم شباب اللي نشوف هذا. يا بوك بلوس دو جون كو لا ديريير فوا، سي اون بون شوز، حاجة مليحة. كذلك ذاك المرة جيت ما كانش مع رئيس المجلس الشعبي الولائي، كان نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي سي علي. وجو ريكتيفي ان تو بتي بو إليا 6 من أعضاء المجلس الولائي اللي راهم حاضرين معنا هنا ماشي 4. وي هذا هو باسكو الحاج مروي جوسي ربما يغيظ الحال ما حسبناش. معليش لا عليك بعد اللي جاو مرحبا بهم. إذا المنطقة تاع بني معوش معروفة بالفعل بمنتوج نتاع التين. كذلك المنطقة الثانية على مستوى هذه الولاية اللي معروفة بالمنتوج تاع التين هي منطقة بوجليل. بوجليل عفوا بوجليل باش وما حبسونا راه غادي ياخذوا الكراسي هذاك هي بني جليل. وكانوا متوعدين به كذلك هم يديروا هذا الحفل وهذا العيد الاسبوع اللي فات، ولكن لاسباب نجهلها أجل ولا ألغي. ولكن معليش انتم عوضتوا بهذا الحفل نتاعكم اليوم، الحفل اللي كان يدار على مستوى هذه البلديه وراكم تضموا هذه الولايه. كذلك الملاحظه اللي نديرها انه في اكتوبر 2012 في هذه القاعه، وللاسف الشديد هذه المره ما نلاحظوها، انه كانت جمعيه كانت تقودها زوجة السفير البلجيكي، جمعية النساء الدبلوماسيين المعتمدين على مستوى الجزائر العاصمة. وجاونا toute une délégation de femmes, de diplomates accréditées à Alger, et elles étaient nombreuses. Il y a même bien sûr des ambassadeurs qui étaient venus وكانوا قاعدين في هذه القاعة في هذه المنصة اللي رانا فيها. راهي تنوعت الشكل تاعها ولكن كنا محصورين بعضنا بعض، واعطات فهمتني أهمية أكثر لهذا العيد. حنا تمنينا أنه كذلك هذه السنة كنتوا تعرضوا هذه الجمعية، لأنها جمعية مازالت باقية حتى وهذاك السفير السفير البلجيكي راح للتقاعد فهمني في اطار الحركه تاعها، ولكن الجمعيه ما زالت تقودها امراه من الدبلوماسيات على مستوى الجزائر العاصمه. كانوا كيمشوا وكان عيطوا لهم والله كنا نعرضهم في الوقت المناسب. هذا يعطي لك اهميه اكثر لهذا العيد. نتمنى انه كما قال سي الحاج بوحجار انه في السنوات القادمه الجايه ما تنساوش، لان لابد هذه التظاهرات تكون تظاهرات تخلق في وتكون مغروسه في الاذهان نتاعنا في العادات والتقاليد في مدينه بني معوش في الولايه، لان كل ولايه تقريبا راه عندها العيد تاعها. كنت في الجلفه كان عندنا عيد نتاع الخروف، كنت في مدينه عين الدفله كان عندنا العيد تاع الحب الملوك خلاص.
في سكيكدا راهم يديروا عيد تاع الفراوله، في تيزي وزو، في هنا في بعض المناطق يديروا العيد تاع الزمور الزيتون. حتى ولا كما قال سي الحاج فكرنا بها بلال، قال باللي ولايه بجايه دات اول جائزه العام اللي فات فيما يخص زيت الزيتون، وزيت الزيتون معروف في هذه الولايه، والكرب البخسيس هذا معروف في هذه الولايه، معروف دوليا. كذلك كاين منتوج لا يقل اهميه وهو الكرموس. نشوفوا هذا اللي فيه الهندي، انا نقول لافيك بارباري، لافيك بارباريه. Beaucoup de gens comme vous et comme moi se déplacent dans le monde, et vous allez à Paris ou à Marseille, يديروا لكم في une petite boîte كيما هكذا في الحبات تاع عندي، سي 4,50 €. ماشي ملكيه في الشغل تاعك، سي 4,50 €. Alors imaginez cette production de figue barbarie et de figue. فهمتني؟ لان كذلك الملاحظه اللي شفتها كي جيت داخل الصباح لهذه المدينه، قال فات دو لا فيغ دو بلي معوش كاليتي غو اي كاليتي. اي افيكتيفون كاين لو غو اي لا كاليتي تاع لا فيغ دو بلي معوش ما كاش في العالم، ما كاش في العالم. اذا لازم نحافظ عليها، لازم نطورها، لازم نرقيها، لازم ندعمها. والدوله راهي قايمه بالواجب تاعها في التدعيم تاع الفلاحين بدون استثناء، بدون استثناء. معالي سيدي الوزير اللي راح ونشكروه على المجهودات اللي دارها، قدم ما قدم معاليه للقطاع الفلاحه والتنميه الريفيه. كذلك راه عندنا الحظ حاليا انه والي من ولاة الجمهوريه ترقى الى منصب وزير تاع الفلاحه والتنميه الريفيه. اي با بليتار كيير سي الحاج بوحجار كان تعشى معاه مع الوزير تاع السودان، الدوله تاع السودان اللي راه القرب والعشيه يزور مدينه بجايه. المينيستر السوداني de l'agriculture sera cet après-midi, il est actuellement à Sétif et il sera cet après-midi à Bjaïa, pour dire que toute l'importance qui est donnée par l'État au secteur de l'agriculture. كاين واحد السياسي فرنساوي قال على فرنسا، قال لهم لي دو ماميل دو لا فرانس، لي دو ماميل هما التزيل اللي نرفعوا منهم احنا ولا يرفع منهم الحيوان. لي دو ماميل دو لا فرانس سي l'élevage et l'agriculture. Eh bien c'est ça. Les deux mamelles de l'Algérie, ce sera toujours l'élevage et l'agriculture. Nous avons une wilaya qui est aux 2/3 montagneux. جبلية وريفية. والدولة دعمت الريف. Ne serait-ce que dans le cadre d'un secteur extrêmement important qui est le logement, des milliers de logements ont été affectés aux agriculteurs, les logements ruraux. السكن الريفي. وبلدية بني معوش استفدت من العشرات من المئات من السكنات الريفية اللي راهي أنجزت على أرض الواقع وراهي موجودة حاليا. ولا كان فيه طلب زائد رانا هنا باه نلبوا هذا الطلب، لأن راه عندنا إمكانية باه نزيدوا. إلا la seule chose qu'on vous demande c'est de pouvoir réaliser، تنجزوا الإنجاز ثم الإنجاز تاع هذه السكنات الريفية. الرجل والمرأة القبائلية يبغوا يبقاو في المناطق الجبلية تاعهم. لو كان تعطيهم حاجة في البلد يقول لك أنا ما عندي ما ندير، ولكن وفر لي أدنى شروط المعيشة على مستوى المناطق الريفية. ومن هذه الشروط أدنى الشروط المعيشية في بني معوش، وتذكر أنه عمي ربح الله يرحمه كان تكلم لي وقال لي راه عندنا نقص في هذه المنطقة وفي بني معوش فيما يخص المرافق العمومية. ومن هذه المرافق كان تكلم لي بقوة على تسجيل والانطلاق في إنجاز ثانوية في بني معوش. وهذا كان حرص منه وربي وفقنا. وين عندنا 10 أيام ولا أقل من 10 أيام جينا لهذه البلدية تاع بني معوش ووضعت الحجر الأساسي للانطلاقة تاع مشروع إنجاز ثانوية في بني معوش. مبروك عليك. نتمنى
المقاول الذي أسندت إليه هذا المشروع يكون في المستوى المطلوب، لأن درت له شرط أنه هذه الثانوية إن شاء الله تفتح الأبواب تاعها في الدخول المدرسي المقبل. لازم يدير المجهود بتاعه. كذلك عمي رباح كلمني في إطار تحسين الظروف المعيشية تاع مواطني هذه المنطقة، تفكير في تسجيل عيادة متعددة الخدمات أو مستشفى. البعض من الناس ربما فهموا أنه هذا المستشفى راه سجل. لا، ما نكونوا في المستوى، لأن وقع القيل والقال تسجل ما جاء دار ما كذا إلى آخره. احنا طلبناه في إطار لجنة التحكيم اللي جرات في أبريل 2013 على مستوى وزارة المالية. طلبت أنا بإلحاح المدراء تاعي باش يطلبوا تسجيل مستشفى 60 سرير لبنماوش. إذن إذا كان في الشريحة نتاع البرنامج 2010-2014 شريحة 2014 تم هذا التسجيل تاع هذا المستشفى، يكون إن شاء الله لبلدية بنماوش. Il faut un hôpital pour la région et pour la commune de Brimouche. كذلك من الاهتمامات الكبرى المطروحة على هذه البلدة هو تزويدها بمادة حيوية وضرورية، ولا سيما المنطقة تاعكم منطقة باردة، منطقة الثلوج، هو تزويدكم بالغاز الطبيعي. دراسة تمت، الأرضية اختيرت فيما يخص البوست دو ديتونت qui va être réalisé. Il me semble 75 km. 70 km. Voilà, je te rappelle 5 km. 1500 foyers, effectivement, en affirmation. 1500 foyers qui seront dans une première tranche concernée par cette opération extrêmement importante de pénétration du gaz de ville pour la commune de Brimouche, au même titre qu'un certain nombre d'autres communes. زيادة عن هذا، رئيس البلدية الجديد راه عنده طموحات، لأن هذو المنتخبين راه عندهم أقل من عام على مستوى هذه البلديات، على مستوى القطر الجزائري، راه دائما كل مرة وين يلتقى بها ولا وين يجي لهنا لبنماوش عنده طلبات، ويزيد يفكرني في أشياء منها التحية الحضارية، منها إن شاء الله نكون في المستوى المطلوب، لأن هذه المنطقة بالفعل عندها عجز في التنمية لعدة أسباب، ولكن ماشي من عشية ضحاها نجموا نحطوا برنامج مارشال، نو، ماشي هذه الإمكانيات اللي موجودة على مستوى ميزانية الولاية وراه يتساهل، ولا ميزانية الدولة في إطار المخطط البي اس دي البلان سيكتوريال ديكونسونطري، ولا البيجي الولاية، ولا لي بي سي دي حتى راهم قلال، ولا لو فون كومان دي كوليكتيفيتي لوكال صندوق المشترك للجماعات المحلية اللي راهم يساهموا وراهم يمدوا كل سنة أموال لكل البلديات بدون استثناء. وكان لي الشرف اليوم الصباح قبل ما ندخلوا هذه القاعة وين رئيس البلدية ورئيس الدائرة حثوني باه نروح نشوف واحد القرية تبعد تقريبا 5 كيلومتر على بنماوش، تيوان. Tiwal. Eh ben, j'ai été agréablement surpris par le travail qui a été fait par cette association et les citoyens de cette petite agglomération qui englobe 800 âmes. 800 فرد من الكبار من الصغار. J'ai été agréablement surpris par ce qu'ils ont fait. Wallah, je pense que c'est le village le plus propre de la wilaya de Djerba. Le plus propre de la wilaya de Djerba. Avec peu de moyens. Très peu de moyens. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu une subvention de 40 millions de centimes, mais le budget de wilaya. Et ils ont eu 25 millions de centimes de la DGS, ça fait 40 et 25 65. وداروا تويزه بيناتهم لقطوا شكرا واحد 30 مليون
Ça fait 95 millions. Ce qu'ils ont fait là, ils ont acheté du matériel. Des poubelles. Les poubelles ne sont pas. Généralement, les poubelles, elles sont là. La poubelle est propre.